شوفي اختي، جيت نحكي لك تجربتي ماشي باش نهضر وصاي. الا راكي باغيه تتهني من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وهذوك الدهون اللي في الانف وفي الذقن، وباغيه وجهك ما يوليش مزيت يولي ضاوي ونقي والمسامات يتنقاو ويتقلص الحجم تاعهم، كملي لا فيديو وراح نهضروا اليوم على السيروم اللي راح يهنيك من هذه المشاكل كامل. قبل ما نبدأ البنات فضلا وليس أمرا، جمل الفيديو اشتراك في القناة، صدقوني هذاك الجمل والاشتراك بزاف يعني لي ويشجعني باش نشارك معكم تجربتي في بزاف أمور. السلام عليكم خواتاتي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد وتجربة جديدة ونصائح جديدة عند اختكم أمينة. اليوم كما راكم تشوفوا جيت نشارك معكم تجربتي مع هاد السيرومات تاع توشي. ثلاثة راني جربتهم وكملوا، والرابع راني عاد نجرب فيه. اليوم راح نحكو على أول سيروم استعملته واللي هو أسيد ساليسيليك. هذا السيروم لازم يكون عند أي وحدة فينا. هذا السيروم مناسب لجميع أنواع البشرة، خصوصا البشرة الدهنية، يعني يوالمها بزاف بزاف بزاف، يوالم الآخرين، بصح البشرة الدهنية تحتاج أكثر. يعني كي يكون عندك هذا السيروم ما تحتاجيش ديري قماج لوجهك، لأنه هذا السيروم هو مقشر. كي يكون عندك هذا السيروم راح تتخلصي من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وهذوك الخيوط الدهنيه اللي في الانف وفي الذقن. يعني احنا اصحاب البشره الدهنيه نعانوا منهم بزاف. بالنسبه للناس اصحاب البشره الحساسه، كي تشروا هذا السيروم جربوا شويه تحت الاذن، الا تحسستوا منه ما تشروش، والا ما تحسستوش منه اشروه عادي. واش يدير هذا السيروم؟ هذا السيروم يقشر الوجه، يعني طبقة الجلد الميتة الأولى اللي تكون فوق البشرة يقشرها وينظف المسامات بعمق. يعني هذا السيروم يكسر هذوك الدهون ويتغلغل في قلب المسامات وينقيها بعمق، يعني ما ينقيش غير الفوق ويخلي لك المسامات الداخل مغلوقين، لا لا، ينقيهم مليح ويعدل نسبة إفراز الدهون. يعني كي ديري هذا السيروم تلاحظي باللي المسامات تاعك راهم منقيين ووجهك ما يوليش يزيد. دروك نروحوا لطريقة الاستعمال. هما في الباطا دايرينو يستعمل صباحا ومساء، يعني راح نحكي لكم انا كيفاش استعملته بكل صراحة. انا خفت نستعمله 2 مرات في النهار. كي شريته اول مرة بديت نستعمله في الليل، نهار ويومين لا، يعني استعملته بالسبت، الحد والاثنين لا، الثلاثة نعاود نستعمله، ومن بعد الاربعاء والخميس لا، الجمعة نعاود نستعمله، هكذا. يعني في السمانة الاولى استعملته بهذه الطريقة، السمانة الزوجة وليت نستعمل فيه نهار بنهار نهار بنهار. وقتاش نستعمله؟ صباح ولا في الليل؟ نستعمله في الليل، نغسل وجهي بالغسول تاعي ونخلي وجهي ينشف شويه عادي غير نشوفوا لكم. ندير السيروم تاعي وخلوه ينشف، موراه تزيدوا المرطب كيما هكذا نهار بنهار. بعد ما كملت سمانتين نهار بنهار، السمانه الاولى نهار بيومين، سمانتين الزوجين نهار بنهار، والسمانه الرابعه نستعملو يومين في السمانه، وبقيت دروك هكذا نستعملو يومين في السمانه. دي فوا كي نشوف وجهي نقي والمسامات عادي ماشي معمرين دهون ولا، نستعملو مره في السمانه. دروك نروحوا للحاجه المهمه اللي يغفلوا عليها بزاف تاع الناس، وكاين بزاف من الناس يشروه ويقول لك دار لي تهيج، دار لي ديك، دار لي احمرار، خرج لي حبوب. هنايا طريقه الاستعمال تلعب دور. هذا الاسيد ما لازمش هذا اسيد ساليسيليك ما لازمش نستعملوه مع سيرومات واحد اخرين. كاين سيرومات مسموح نستعملوه معها وكاين اللي لا، مثلا كيما جليكوليك اسيد ولاكتيك اسيد، يعني هادو في زوج احماض، يعني في زوج يقشروا البشره، يعني ما لازمش نستعملهم مع ساليسيليك اسيد. يعني الاسيد ما يستعملش مع الاسيد هكا. نقدروا نستعملوه مع نياسيناميد عادي، لانه نياسيناميد صديق البشره، يهدئ البشره، ينقص الاحمرار، يعني يجي معاه
مع فيتامين سي ما نقدروش نستعملوه معاه في نفس الفترة، بصح نقدروا مثلا الصباح نستعملوا فيتامين سي وفي الليل نستعملوا ساليسيليك اسيد. بصح باش نستعملوهم مع بعض زعما في الليل ولا الصباح، لا لا ما ننصحكمش. ومام الريتينول يعني ما يستعملش معاه. يعني الريتينول لازم يستعمل بحذر. صراحة انا مازال ما جربتوش وراني ناوية نشريه نجربه، بصح ما راح نستعمل معاه حتى حاجة، لا نياسيناميد ولا حتى حاجة واحدة أخرى، هو والمرطب هذا ما كان. المهم خياتي وصلنا الى نهاية الفيديو، وباش تشجعوني نزيد نمد لكم اكثر واكثر ونزيد نحط لكم تجربتي مع السيرومات الاخرين، ما عليكم غير تشتركوا في القناة وديروا جيم للفيديو، خلوا لي رايكم في التعليقات وبارطاجوا لي الفيديو مع صحاباتكم واحباباتكم. المهم اشتركوا في القناة باش هكذا تشجعوني باش نزيد نمد لكم اكثر، وشجعوني بتعليقاتكم اكيد بالك يتبان لكم ما باليش هكا تقولوا زعما كي نعلقوا ولا ما نعلقوش كيف كيف، بصح لا لا انا تهمني بزاف بزاف. المهم راح نوجد لكم الفيديو تاع السيروم الزواج. اترككم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو اخر باذن الله.